الأرض تتهيأ لأمر عظيم، أمر جلل، والذي يحدث في سوريا الآن مقدمات لهذا الأمر، نهاية العالم. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عمران بيت المقدس خراب يثرب. يعني بيت المقدس قارب أن يفتحه الله عز وجل على المسلمين، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. هذا الحديث ضعيف، لكن هذا الترتيب ربما يكون هو الترتيب الصحيح الذي ستقوم عليه الأحداث في نهاية العالم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ستصالحون الروم صلحا آمنا، كن بينكم وبين الروم هدنة، فتغزون أنتم وهم عدو من ورائكم. هذا العدو المسلمون والروم يجتمعوا على هذا العدو، الله أعلم من يكونوا، ممكن يكونوا الصين، ممكن يكونوا غيرهم، لكن سيكون اجتماع بين الروم والمسلمين على هذا العدو، فتنتصرون وتغنمون، تسلمون، ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذا تلول، فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول: غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيدقه، يعني يقتله، فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة، فيسور المسلمون إلى أسلحتهم فيغتسلون، فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة. حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق. هذا مكان في الشام معروف، هذا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فيخرج له جيش من المدينة، الروم ينزلون هذا المكان، فيخرج له جيش من المدينة من المسلمين من خيار الأرض يومئذ، فإذا تصافوا أمام بعض قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. وده في دليل أن المسلمون حدثت بينهم وبين الروم يعني قتال سابق، وكان فيه سبي للمسلمين، يعني المسلمون الذين انتصروا، فيقولون: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، ملكوش دعوة، احنا بيننا وبين بعض. فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا. الثلث الأول من الجيش هؤلاء ينهزمون، وهؤلاء لا يتوب الله عز وجل، ممكن يرتدوا مع الروم. ثم بعد ذلك ويقاتل الثلث الثاني أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح يعني فيه ثلث يرتد وثلث يقاتل حتى يستشهد، وهؤلاء أفضل الشهداء، والثلث الأخير من المسلمين يفتح الله عز وجل عليهم، وهؤلاء يفتح الله عليهم فيفتتحون قسطنطينية، وبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون وذلك باطل. يعني الشيطان يقول لهم الدجال طلع، وهو بيكذب عليهم عشان يخوفهم، لكن لما يرجعوا الشام يجدوا أن المسيح الدجال قد خرج. فبينما هم يعدون لقتال الدجال بعد أن قاتلوا الروم وما استطاعوا أن يقتسموا الغنائم ويسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم عليه السلام، ينزل هناك في هذا المكان الذي فيه الملاحم حتى يقضي على هذا الدجال كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث آخر أيضا يعني يروي هذا الأمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. هذا سنعرفه الآن، ما حد يدور على ميراث يقول لك أنا ميراث وكلام من ده، ولا الغنيمة يفرحوا بها. إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة، فعدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. هم منشغلين الآن بهذه الحرب التي ستقوم،
فهذا العدو من هو؟ النبي لم يذكره، ولكن ابن مسعود رضي الله عنه قال هم الروم. وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، ثلث الجيش المسلم يرتد، وهؤلاء لا يتوب الله عز وجل عليهم أبدا. فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يمسي، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، فيجعل الله الدبرة عليهم، فيقتتلون مقتلة لم يرى مثلها حتى إن الطائر، يعني المسلمون يقتلون هؤلاء قتلا يفنوهم، حتى أن الطائر يمر عليهم فيخر ميتا من شدة الرائحة التي يشمها، حتى أن الطائر لا يمر بجنبتهم فما يخالفهم حتى يخر ميتا. فيتعاد بنو الأب، لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة، فيتعاد بنو الأب كانوا 100 رجل، له 100 واحد، فلا يجدون بقي منهم إلا الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرحون أو أي ميراث يقسم؟ فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفكم في ذراريكم، فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون، فيبعثون 10 فوارس طليعة. النبي الذي يقول إني لأعلم أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ من خير فوارس على الأرض يومئذ. فمسألة نهاية العالم ستكون ببداية الأمور التي تحدث الآن في سوريا. أسأل الله عز وجل أن يحفظ سوريا وأهل الإسلام، وأن يحفظ أهل غزة وكل المسلمين في كل مكان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.